ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وجه اليوم بقى يا حلوين اللي نفتح على الفسيخ مع بعض. شايفين جماله؟ ماما بقى بتقطع لكم كده منه حته حته. شايفين قد ايه ان هو دايب وتحفه جدا، ولا لونه الوردي القمر ده؟ طبعا اللون ده احنا مش بنشوفه عند اي حد. لان فعلا مش اي حد يا جماعه يخلي الفسيخ صح بصراحه. يعني شايفين بقى ماما هنا بتقطعه ازاي؟ فعلا زبده زبده جدا يعني. هنا بقى ايه حلوين، ماما جابت القطاعة وحط عليها كده بقى ايه كيسة. بتفتح الكيسة دي كويس جدا عشان بقى ايه هتطلع معاكم دلوقتي بقى الفسيخ. هنفتح بقى دلوقتي على الفسيخ معاكم لأول مرة، ونشوفوا بقى تخلل ولا ايه نظام. توقعوا بقى ايه نظام. ماشي. طبعا الفسيخ بقى مع ماما هتشوفوه دلوقتي يا جماعة تحفة جدا جدا جدا. بصراحة انصحكم تجربوه بالطريقة بتاعته الجميلة دي. هسيب لكم طبعا الطريقة بتاعته في اول كومنت مثبت وفي صندوق الوصف كمان، عشان ترجعوا له وتشوفوا القمر ده. خلاص. طبعا بقى ايه بعد ما ماما تنضفه هنحط عليه شوية تكات وحركات كده حلوة عشان تحلي اكلة الفسيخ بزيادة. خلاص. والله العظيم كمان هو مش محتاج حاجة، بس ايه في تكات هنحطها كده مع عليه بتخليها تحفة وطعمة بزيادة. خلاص. ماما هنا بقى بتفتح بقى الايه الكيس اهو معاكم. طبعا انتوا عارفين اللي شاف فيديو التخليل فسيخ ماما محنطة. يا فعلا متحنط، حاطاه في كيس كتيرة جدا جدا. طبعا هترجعوا للفيديو بتاع التخليل بتاعه وهتشوفوا يعني حاطاه في كيس كتير قد ايه. خلاص. شايفين جماله بقى؟ شايفين الشطة حتى من اللي هي موجودة عليه من بره دي؟ لونها تحفة، مخليه لونه فعلا جميل جدا جدا جدا. والله يا جماعة الفسيخ ده يعني لونه تحفة قوي زي ما انت شفته، ولا طعمه حكاية. بجد ماشي على الخطوات اللي انت تشوفها في الفيديو بتاعه بتاع تخليله روعة جدا. شايفين ملبن في ايد ماما؟ ماما بتتنلكوا السمكة كده بتقول لكم ملبن. طبعا انت هتشوفوا الخطوات اللي هي عملتها للفسيخ عشان يطلع بالجمال ده. دي طبعا بقى ورقة اللورة اللي احنا كنا حاطيناها مع بعض. شايفين الفسيخ روعة. دي بقى طبعا المية بقى اللي بينزلها من تخليله. شايفين طبعا بقى يا حلوين. ماما في الفيديو اللي هو بتاع تخليله قايله لكم ازاي تعرفوا ان الفسيخ الاصلي من الفسيخ التقليد. يعني ايه الفسيخ الاصلي من التقليد؟ يعني سمكه البوري انه الاصلي وانه التقليد. خلاص. وطبعا قايله لكم فيه شويه معلومات ازاي مثلا نسيب الفسيخ قد ايه يتخلل في الشتاء عن الصيف، لانه طبعا بيختلف مده تخليله في الصيف عن الشتاء. خلاص. طبعا مش هتكلم معاكم كتير في الحاجات دي، طبعا انت ترجعوا للفيديو وهتشوفوا مع بعض. هنا بقى ماما طبعا بتشيل بقى هنا ايه عشان تنضفوا الزعنفه بتاعته دي الصغيره دي انها بتشوك جدا، خلي بالكم منها. انا بقى بتفتحه. شايفين جميل؟ اللهم بارك تحفه. الحجم بتاعه يا جماعه الفسيخ ده كان وسط مش كبير قوي يعني، بس طعمه حكايه. والله انتوا عارفين ان الساعه دلوقتي داخله على 11 بالليل وانا بسجل لكم الفيديو. عارفين يعني انا ريقي جري. والله العظيم لو انا كنت بدرس شويه عن كده كنت قمت كلت منه كمان. قولوا لي بقى انتوا بتحبوا تاكلوا الفسيخ ولا لا؟ بصوا يعني اللي ما بيحبش الفسيخ لو جرب الطريقه دي هيعشقه. والله يا جماعه انا بقول لكم الكلام عن ثقه وتحدي كمان. انتوا شايفين قدامكم يعني مش محتاجه انا اتكلم. شايفين فصوصه؟ يا لهوي روعه 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 فعلا. فعلا انا رقي بيجري. الحقوني. شايفين جماله؟ اللهم بارك كان تحفه. طبعا بقى حلوين بقى اللي بتحب تاكل بقى جنبيه بطاطس مقليه تاكل. شايفين ماما هنا بتقطعه بايديها كمان مش محتاج معلقه لانه هو بصوا مستوي تحفه جدا. زبده فعلا. انا بتقطع معاكم التانية. طبعا بقى يعني انا بحب إيه ما بحبش وانا باكله افصصه كده ولا اخليه، لا لا لا، بحب انا امسك بقى ايه المعلقه كده قدامي، وقدامي كده الفسيخه في الطبق بقى واشد بالمعلقه كده بقى ايه واعصر ليمون بقى وشويه زيت وشويه خل صغننين واقعد اكل بقى خراشي وجنبي بقى البصل الاخضر. وتاكلوا بقى اكله تحفه تنسي فعلا فيها اي حاجه. بيبقى جميل قوي. شايفين؟ جميل قوي ما شاء الله اللهم بارك. جربوه يا جماعه. تنسوش برضو الطريقه، بفكركم ان الطريقه برضو هسيبها لكم في صندوق الوصف في اول كومنت مثبت اللي يرجع لها ان شاء الله. ماما قايله لكم فيها شويه معلومات حلوين جدا جدا. طبعا بقى اللي بتحب تعمل جنبيه سلطه طحينه تعمل. إيه مثلا فعلا في ناس كتير بتحب بقى ايه يوم اللي بتاكل فيه الفسيخ ده تجيب فسيخ ورنجة وسردين. اعملي بقى اللي انت عايزاه احتفلي. صراحة انا بحبه قوي. بقى بالنسبة لي هي حاجة حلوة قوي يعني.
خلاص شايفين بقى هنا البصل. طبعا بقى انا جايبه بصل احمر، للاسف البصل الاخضر ما لقيتهوش، فقلت مفيش مشكله نخلينا بقى في البصل الاحمر. ماما بقى يا جماعه بتحط هنا دلوقتي على الفسيخ ده شويه بقى من الخل وشويه من الزيت، وهتعصر كمان عليه ليمون. اللي مش حابب الخطوه دي وبيحب ياكله لوحده كده بليمون مفيش مشكله. خلاص. وفي ناس كمان ما بتحبش تاكله بليمون، في ناس بتحب تاكله كده على طول لوحده. يعني ده بقى انتي وذوقك، انا بحب يعني ايه نظبط المسائل بزياده. خلاص. شايفين بقى هنا ما بتعصر الليمون واحده واحده عليه، كان روعه اللهم بارك، كان حلو قوي. جربوه يا جماعه بالطريقه بتاعت ماما دي، حلو قوي، كان طعمه معتدل. احنا مش بنحبه لا مالح قوي ولا عادب، احنا بنحبه معتدل. طبعا هتشوفوا في التخليل وماما حاطه له ملح قد ايه. طبعا يا جماعه احنا السمك البوري ده لما جبناه طبعا غسلينه كويس جدا ومنضفينه، مش هتشوفي النظافه دي عند اي فسخاني، مهما تقولي اسم فسخاني معين او حد معين مش هيبقى بالنظافه اللي احنا بنعملها في البيت دي. طبعا احنا مش بنشتريه من بره خالص، احنا وقت ما نبقى عايزين ناكله بنخلي ماما هي اللي تعمله في البيت، لان احنا طبعا شايفين قدامكم الفسيخ يعني بيتكلم عن نفسه بنظافة، ويبقى مستوي جميل جدا جدا. شايفين والله تحفة يعني، وهو ماما بتطلعه شايفين طبعا القشرة من تحتيه نظيفة لانه مستوي زبدة فعلا. شايفين اللهم بارك تحفة. خلاص. ولا بقى لا ليه ريحة زي اللي احنا بنشتريه من بره ولا حاجة، يعني احنا بقالنا كام سنة ما بنشتروش من بره خالص خالص. يعني نظافة البيت دي فعلا بتفرق في الاكل، حتى بتاكليه بنفس كده. تاكلي وتقومي تاكلي تاني. عارفين لو الوقت فعلا زي ما قلت لكم مش متاخر، والله كنت من قلت اكلت تاني. خلاص جميل جدا. وتسخني بقى جنبيه بقى عيش كده يا سلام، وتاكلي بقى تحفه جدا. شايفين لونه حلو قوي. ماما هنا بقى ايه بتطلعه قدامكم كده حته حته علشان بقى ايه تشوفوه، هتفصصوا دلوقتي معاكم كمان قدامكم. طبعا بقى اللي بيحب ياكل جنبيه خضار، في ناس بتحب تاكل مثلا جنبيه شويه من السلطات كده، براحتك اعملي اللي انت عايزاه. بس انا اخري في الفسيخ والبصل وسلطه الطحينه وممكن كمان والعيش بس. شايفين هنا زبده ازاي ما متقطعه معاكم، زبده فعلا شايفين. مش اي حد فعلا يخلي الفسيخ، المعلمين بس. عند ماما هتلاقوا كل حاجه. كده الفيديو خلص يا حلوين، مع السلامه.